أمرك يا باشا. عايزين نروش يحيى، نخليه مش ملاحق، بس نهوش ما نعلمش. عيوني يا باشا. يلا بينا، عندنا مشوار. اتفضل يا باشا. مبروك. الله يبارك فيكي. مبروك لينا كلنا يا جماعه. ألف 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 مبروك. قلت لازم أجي أبارك، مش ممكن تمضي صفقة مهمة زي دي وما جيش. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا باشمهندس. صور يا ابني. صورة كمان. شراكة خير إن شاء الله. أسيبكم وتكملوا شغلكم. ياسين، اسمعني. في حاجة؟ في حاجة عايزة أوريها لك عشان ما تعرفهاش من بره، بس توعدني ما تزعلش. أنا آسفة يا ياسين، والله ما كنت أعرف إنه جاي. اسفه؟ الحاجه الوحيده اللي طلبت منك انها ما تحصلش وبرضه حصلت. كنتش أعرف، صدقني. تفرق في ايه صدقك ولا ما صدقكيش؟ انا دلوقتي على الميديا كلها شريك بدر. طيب أنا هسيبك تهدى ونشوف بكرة هنحل ده إزاي. حتى لو عايز تفض الشراكة أنا تمام. يا ريت تسيبيني. أنا عارفة طبعا إنه تشارك أخت. ممكن نتكلم بعدين. تمام. عارف مين اللي بيغني ده يا عمر؟ لا. جيل خربان. طبعا بتسمع ويجز. بسمع ويجز. وبتفهم حاجة. بحاول. ممكن أعرف إيه اللي أنت عملته ده؟ أهلا أهلا يا شيرين. اقعدي كلي حاجة. آكل إيه؟ أنت ليه ما قلتيش إن أنت جاي؟ قلت اقعدي يا شيرين. وماله؟ بارك لاختك يا عمر. مضت النهارده ديل كبير مع مهندس مهم هيخلي مشروع شهرة ده في حتة تانية خالص. مبروك. ينفع بقى ما اجيش واخد صورة مع اختي وهي بتمضي؟ أنا قلت لك ما تعملش كده. أنت عارف المشروع ده مهم بالنسبة لي قد إيه يا بدر؟ هو هيشاركك لوحدك؟ احنا التلاتة شركاء. أيوة بس ده مشروعي أنا. أنت ليه بتتعامل معايا إن أنا حتة شطرنج اتحركها زي ما أنت عايز؟ عمر خش جوه يا عمر. واضح ان اختك اعصابها تعبانه فعايز اقعد اتكلم معاها كده واهديها. ليه ما تسيبه؟ سيبه عشان يعرف تصرفاته هو واصحابه عملوا فينا ايه. قلت خش جوه يا عمر. عمر ملوش اي ذنب وكلامك معايا، ولو حسيت في يوم في لحظه ان قلبك مش على اخوكي
هزعل. مالك ماسكه في الديل كده ليه؟ كأنه هو اللي هيرقيكي. ابن الأسواني جاي علشان طالب طوق نجاة ترميه وانتي باصه من فوق، عشان لو الوضع معكوس انتي عارفه هما بيبصوا لنا ازاي. اوعي تفتكري ان هو بيقول دي بنت ناس وبنت اصول، لا، بيقول اخت بدر اباظه ربابيكيا، بس جايز تكون مختلفه عنه. علشان كده لما يجي يطلب خدمه تعمليها على كيف كيفك. تجيبي بقى اخوكي، تجيبي خالتك، تجيبي زفه بلدي، انتي حره من فوق. ده بيزنس. كفايه كفايه يا بدر، انا مش عايزه اسمع كل الكلام اللي انت بتقوله ده. انا اصلا بحاول طول الوقت ابقى بعيده عشان ما افكرش في كل ده حتى يوم واحد. اتبري مننا. عملت كده احتمال يحيى الأسواني يحس على دمه ويسيب القضية. هو اللي قالك انه مش عايز يتكلم معايا؟ لا، انا اللي مش عايزاكم تتكلموا دلوقتي، عايزه الدنيا تهدى شويه، مش عايزاكم تتخانقوا. انا ما عملتش حاجه غلط. يا سلام، ده في قانون مين بقى، انت ولا هو؟ طب بذمتك انت ايه رايك؟ انت عارف رايي يا ياسين. عارف انت عنصريه طبعا. يا سلام، وايه اللي دخل عنصريه في اللي بنقوله دلوقتي بقى؟ كلنا عارفين. طب بذمتك انا اللي عنصريه ولا انت الموضوع جاي على مزاجك؟ شيرين اباظه؟ يعني انت ما لقيتش في الدنيا كلها غير شيرين اباظه يا ياسين؟ مش فين بس. هو ايه اللي بقول ايه؟ طب انت بذمتك البنت عاجباك فعلا؟ عجباني. البنت حلوه وذكيه ومشروعها حلو. وبصراحه انا عايز الفلوس. قولي لي مين يرضى يشاركني دلوقتي بمبلغ زي ده؟ شيرين اباظه. عندك حق. انت طول عمرك رايك من رايه. مش مستغرب، عشان كده دايما يقول ان انت اقرب له مني. تصدق شكلنا عيله فقريه بجد؟ من ساعه جدك الله يرحمه ومكتبه شبرا المفلسه اللي ما رضيش يبيعها لابو نيلي عشان يكبر محل الحلواني، ما كان باعها له. طيب بما اني مش هتكلم معاه كده كده الليله دي، انا هقوم اروح بقى. طب ما تبات له الصبح، تكون الدنيا هديت كده، تقعد تتكلم معاه وفيروزه تتبسط لما تشوفك. انا مش هينفع الليله دي، خليها مره تانية. انت سلمي لي على روزه وبوسيها لي. صباح الخير. انت من اهله يا حبيبي. صحيح، ايه موضوع حازم ده؟ انت مش كنت ماشي؟ ياض انت امشي امشي يلا. صباح الخير. وانت من اهله، سوق على مهلك. حاضر. شيرين اباظه.